وحكاية فيلمنا النهاردة بتبدأ مع سيدي وهنختصر اسمها بست. بتحس ست انها مخنوقة شوية فبتقرر تروح السوق تشتري طلبات للبيت ونباتة صغيرة تونسها في وحدتها. وبنشوف مهندس زراعي بيبيع نباتات في السوق اسمه كول وبتروح له ست علشان تشتري منه النباتة. واول ما بيشوفوا بعض بيحصل بينهم كيمياء واعجاب متبادل وكأنهم بيقعوا في الحب من اول نظرة. وبيعرض عليها كول اكتر من نوع نبات. بتقول له لا انا عايزة نبات يحتاج اقل اهتمام ممكن لاني بسافر بالشهرين والثلاثة. بيقول لها متاسف مش هقدر ابيع لك النباتات دي، انا من رايي تشتري نبات صناعي او صبار، ده بقى اللي مش هيحتاج منك اي اهتمام خالص. طبعا بتتضايق الست من طريقه كلامه معاها وبتحصل بينهم مشاده في الكلام وبتسيبه وبتمشي. وبتيجي زميلته وبتقول له ايه اللي انت عملته ده، كنتوا لايقين على بعض جدا. بيقول لها بجد؟ بتقول له بجد. بيروح للست بسرعه وبيعتذر منها قبل ما تمشي وبيعرض عليها يخرجوا سوا يشربوا حاجه. هو فعلا بيتوافق ولما بيخرجوا بيقضوا اليوم كله مع بعض. وتاني يوم لما بيرجع البيت بيحكي لاهله كل اللي حصل. والده ووالدته بيفرحوا جدا لانه كان دايما خجول وانطوائي فما كانش فيه بنت بتعمر معاه. وبعد كده بتختفي الست من الوجود وبيبعت لها كول رسائل كتير بس مش بترد عليه وبيفضل على الحال ده لمده ايام. وفي يوم بيتنفس بصعوبه لانه مريض بمرض الربو. بيقول له والده يستخدم البخاخه بتاعته. بيسكت شويه وبيفتكر انه نسي البخاخه في شنطه الست لما كانوا مع بعض اخر مره. وبيستخدم جهاز التتبع اللي بيربطه دايما بكل اجهزته الشخصيه وبيعرف انها موجوده في لندن فبيشجعوه اهله يسافر لها. وفعلا بيعمل كده وبيسافر لندن على طول. واول ما بيوصل بيحاول يعرف مكانها من خلال جهاز التتبع لكن فجاه بيطلع عليه 3 اشخاص مجهولين وبيحقنوه بحقنه مخدر وبيخطفوه. ولما بيفوق بيلاقي نفسه داخل كهف مظلم مليء بالحشرات القاتله وفي واحد بيفضل يقول له لو ما قلتليش فك الشفره السريه ازاي هنقتلك. بيقول له شفره ايه وانت مين اصلا؟ انا معرفش اي حاجه عن اللي انت بتقوله ده، انت اكيد خطفتني بالغلط مش كده؟ طبعا مش بيصدقوا وبيجيب حشره يعذبوا بيها لكن مره واحده بتقتحم سيد المكان وبتقتل كل الاشخاص اللي موجودين فيه. بيستغرب كول وبيقول لها في ايه وانا بعمل ايه هنا؟ بتقول له كانوا عاملين فخ لواحد من رجالتنا اسمه بتاع الضرايب وانت وقعت فيه. بيقول لها رجالتكم انت تبقى مين بالظبط؟ بتقول له انا من المخابرات المركزيه. بيقول لها يا حسن السودا يا نيمه، يعني يوم ما احب واحده احب جاسوسه امريكيه. وبيفضل يندب حظه طول فتره الاكشن. وبعد ما بيخرجوا من الكهف بيلاقوا نفسهم في جبال خيبر بباكستان. وطبعا بيتصدم كول ان هو وصل هنا بالسرعه دي. وفجاه بيطلع عليهم مجموعه تانية مسلحين وبيفجروا لهم العربيه فبيضطروا انهم يتزلجوا من على حافه الجبل. ووسط الاكشن ده كله بيتخانقوا مع بعض مره تانية برضه. بيقول لها عاجبك اللي حصل لي بسببك دلوقتي ده؟ بتقول له ليه؟ انا اللي قلت لك تسافر من بلد لبلد علشان تقابلني؟ قال وانا اللي كنت هتصل بيك لما ارجع. بيقول لها قولي كده تاني والنبي، كنت فعلا هتتصلي بيا لما ترجعي؟ قالت له تخيل. وبعد فتره طويله من الاكشن بتقدر ست تخلص عليهم كلهم. فبتاخده وبتروح للسوق الباكستاني وبتقابل واحد اسمه ماركو. وماركو ده بقى هو الشخص الوحيد اللي هيقدر يرجع كول لامريكا تاني. بيساله كول وبيقول له ممكن اعرف الناس دي عايزه مني ايه؟ بيقول له بيعملوا كل ده علشان يوصلوا لسلاح اسمه استك. بيساله ايه استك ده؟ بيقول له ده سلاح بيولوجي مميت والشخص اللي بيدور عليه اسمه ليفيك ومستعد يعمل اي حاجه علشان يلاقيه. وبيقول لست انت بقى جيتي علشان تنقذيني ولا عشان تلاقي استك؟ بتقول له استك طبعا. وبعد ما بيتخانقوا شويه بتدي فلوس لماركو وبتمشي. لكن فجاه بيظهر صياد وبيقتل ماركو وبيقبض عليهم هما الاثنين. وبعد شويه بيظهر صياد تاني وبيقتل الصياد الاولاني وبيركبوا عربيه موجود فيها صياد تالت بيقتل الصياد التاني. فهمتوا حاجه؟ لا ولا انا الصراحه. وبيحط لهم شفرات كهربائيه بتشتغل من خلال الخاتم اللي لابسه في ايديه عشان لو حاولوا يهربوا هيستخدم الخاتم وهيقتلهم بيه لكنه مش بيلحق يعمل حاجه وتخبطوا العربيه وبيموت. احسن يا كذاب. وبتاخد سيد الخاتم اللي في ايديه وبتركب العربيه وبيهربوا. وفي الطريق بيقول لها كول وانا مخطوف سالوني عن الشفرات السريه. ايه هي الشفرات السريه دي؟ بتقول له استك جوه شنطه مؤمنه وما ينفعش تتفتح بدون شفره سريه. فاهم؟ وبما ان ليفيك لسه بيدور على الشفره يبقى الشنطه لسه موجوده معاه ما سلمهاش للمشتري ودي فرصتنا علشان نقدر ناخدها منه. وبتساله بتثق فيا ولا لا؟ بيقول لها لا. وقبص مره واحده بتضربه ضربه قويه بتفقده الوعي. ولما بيفوق بيلاقي نفسه قدام رجاله ليفيك وبتفهمهم سيد ان كول هو رجل الضرايب الحقيقي وهو الوحيد اللي معاه الشفره لكن مش هيتكلم ولا هيغيب عن عينيها لحد ما تاخد فلوسها. وطبعا دي بتكون خطه منها علشان تقدر تاخد منهم الشنطه. وبيركبوا الطياره وافراد العصابه بيفتشوا تليفون كول وبيشوفوا صورته هو وسيد وبيعرفوا ان سيد كدبت عليهم وكول مش هو رجل الضرايب الحقيقي. وبيسالوهم فين الشفره وايه اللي هنقتلكم انتوا الاثنين دلوقتي. بتقول لهم الشفره
موجودة معاه وبتديهم الشفرات الكهربائية اللي أخدتها من الصياد بعد ما مات. وأول ما بيمسكها مساعد ليفيك بتلف الخاتم وبتكهربه، وأوبس مرة واحدة بيبدأ بينهم الأكشن. بس واحد فيهم بيقدر يضرب سيد بالسكينة ببطنها اللي هي تتشل إيدك، فبتقول له كول ياخد الشنطة ويهرب بسرعة، لكن كول بيلبس المظلة وبياخدها هي والشنطة وبيهربوا من الطيارة على طول. وبعد 6 ساعات على جزيرة وسط البحر بتفوق وبتلاقي كول جنبها وعالج جرحها، وبتفرح قوي لما بتشوف الشنطة لسه معاهم، وبتبعت إشارة للمنظمة بمكان وجودهم. وفي نفس الوقت الرجال ليفيك بيعرفوا مكانهم من خلال المظلة اللي استخدمها كول في الهروب من الطيارة، وبيوصلوا لهم تاني يوم وبيهاجموهم وبيقدروا ياخدوا منهم الشنطة. وبيظهروا رجال المخابرات المركزية من عرض البحر وبيحاولوا يقبضوا عليهم لكنهم مش بيلحقوهم، وبياخدوا سيد وكول وبيرجعوا المقر وبيحطوهم على جهاز كشف الكذب. وبيتهموا سيد انها فشلت في حماية الشنطة عشان طول الوقت كان كل همها تحمي كول. بتعترف انها غلطت لما انقذته. طبعا بيتضايق كول من كلامها وبيتعصب عليها، فبتتعصب هي كمان وبيتخانقوا تاني، مش هنخلص بقى. وبتستدعي المديرة سيد وبتقول لها انها موقوفة عن العمل لانها فشلت في تنفيذ العملية. بيوري جاكسون لكول صور الناس اللي قتلتهم سيد وبيقول له انا مش عارف انت بتحب فيها ايه، فعل خير والله. بيشوف كول نباتة نادرة في صورة من الصور، والنباتة دي كانوا بيصنعوا منها الاستيك في امريكا من الاف السنين، وبكده بتكون النباتة دي هي الشفرة السرية. خليني اشرح لكم حاجة، الشفرة دي بتتقسم ل4 أجزاء من اوراق النباتة، يعني مش النباتة كلها. فعشان كده بتقول لهم سيد ايه رأيكم نبعت جزء من الاجزاء ال4 دي في رسالة لليفيك ونقول له الراجل الضرايب جاهز لبيع الشفرة السرية. لكن جاكسون بيقترح اقتراح تاني وبيقول نخلي كول يقابله شخصيا، بس كول بيرفض. فبيقول له جاكسون انت لازم تعمل كده لان ليفيك مش هيسيبك وممكن يأذيك ويأذي عيلتك كمان، فبيخاف على عيلته وبيضطر يوافق. بتقول له سيد بلاش توافق، هما بيضغطوا عليك عشان يستخدموك كطعم وينفذوا بيك العملية. بتقول لها المديرة بما انك موقوف عن العمل ارجعي البيت وملكيش دعوة بأي حاجة تحصل. وبيلبسوا كول وبياخدوه لفندق هيتس، وبيتواصل معاه جاكسون من خلال اللاسلكي. وبعد ثواني بيوصل ليفيك ورجالته وبيقتلوا جاكسون ومساعدينه. وبيقول جاكسون لكول يخرج دلوقتي حالا، لكن كول بعد ما بيخرج بيرجع تاني عشان واثق ان سيد هتجيله وهتنقذه. وبيوصل ليفيك والسيد تومي وبيتوتر كول جدا وبيفضل يقول اي كلام عشان يكتسب وقت ويشوش تفكيرهم. لكن ليفيك طبعا بيفهم انه مش معاه الشفرة السرية وبيطلع المسدس وبيكون خلاص هيقتله. هنا بتدخل سيد وبتقول له تومي الشفرة موجودة معايا هديها لك لكن مقابل 10 مليون دولار وتقتل ليفيك. وبالفعل بيوافق تومي وبيحول لها الفلوس على حسابها وهي بتفتح له الشنطة، واوبس بيبدأ بينهم الاكشن. وبنشوف كول اتعلم الاكشن وبقى بطل حقيقي مش بيخاف. ومساعد ليفيك بيحاول يضرب عليه النار لكن الرصاصة بتيجي في مولد الكهرباء وبيحصل عطل في كل الأجهزة والمكان بيبدأ يتدمر. وبتستمر سيد في القضاء على أفراد العصابة وبيخلص كول على مساعد ليفيك وبيقتله وبيرجع عشان ينقذ حبيبته سيد من بين ايدين ليفيك المجرم. واخيرا بيقتلوا ليفيك وبياخدوا الاستيك. بس كده خلصت حكايتنا النهارده. سلام.